في حاجه يا جماعه، انتوا عشان بس ما حدش يقول لي انا حاطه روج، انا مش حاطه روج. انا للاسف ما بين الشتاء والصيف بيجي لي التهابات كده. وانا كمان كانوا بيقولوا لي امبارح حاطه روج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عليه افضل الصلاه والسلام. جينا لكم النهارده في تجربه حلوه قوي قوي، انا يعني مستبشره خير بيها، لان انا بحب منتجات الضحى جدا. فلما عرفت ان فيها حاجات تتعمل بطريقه سريعه شويه، او يعني مثلا يعني مثلا ولادي مثلا لو انا مش موجوده وحبوا ياكلوا اي حاجه ويقلوا مثلا اي حاجه جنبها، او يحطوا حاجه في الاير فراير تطلع معاهم، ومع الاكله ديت اكيد هتبقى اكله جميله جدا. عاملين طبعا ضحى عملت حاجات جاهزه سريعه التحضير، يعني مش محتاجه مننا يعني نبتكر فيها يعني. ايوه، لا، كل حاجه فيها سريعه. طبعا احنا جايبين الانواع كلها اللي ايه اللي عملتها الضحى. طبعا لازم يعرفوا ايه المغامرات زي النودلز، عشان خاطر نجيب الحاجات ديت قاعدين شهر يا جماعه، اكتر من شهر اكتر من شهر فعلا. عمالين نجيب حاجه كل ما نروح حته نلاقي حاجه ونركنها، نروح حته ثانيه نجيب حاجه ونركنها. فضلنا لغايه ما جمعنا كل المنتجات اللي موجوده من الضحى. تمام. عندنا ايه بقى؟ نعرفكم الاول اللي موجود. اول حاجه قولي انت يا فارس. دي مكرونه الضحى صوص الطماطم الايطاليه، او صوص الصلصه الايطاليه، يعني الطماطم الحمراء، يعني مثلا مكرونه حمراء. تمام. دي نوعها ايه؟ اللي هي القلم بتاعنا، او بنه. بس هي القلم، انتوا عارفينها. انا بتكلم بس عشان المصريين عارفين اسمها القلم. احنا هنشوف دي الملولوه دي. دي اسمها مش فوتوتسيني. لا مش دي. فوتوسيلي باين هي الملولوه اهي. دي اسمها فوتوسيلي. ايوه فوتوسيني. دي مش فوتوتشي، لكن دي اللي هي الملولوه دي، لو تبقوا عارفينها. دي بالريحان، دي بنكهه الريحان. تمام. يبقى دي ما بحبش الحاجات دي يا ماما. مع اندو عشان نعرف، عشان الناس ولو حبيتوا حتى تجيبوها، يعني مش عارفه تجيبوها ازاي بصراحه. ربنا يعينك. بجد مش موجوده. ودي بصوص المشروم. تمام. نوع المكرونه هي مش دي دي ايه ده لا، اللي هي التخينه شويه ومعوجه كده زي القوقعه. تمام. دي يجي اللي بعدها ماك اند تشيز. ودي يا ضحى قدمي انت دي ايه؟ مكان تشيز. نوعها رفيعه وملويه شويه. تمام. لا دي زيها، بس دي على التخينه، دي رفيعه. دي ايه يا ماما؟ دي بقى برضو؟ بس بينا رفيعه. دي برضو دي هتبقى ارفع شويه. دي قلم برضو يا جماعه، دي بالصوص الالفريدو. تمام. يلا بينا هنروح ونطبخهم ونجيبهم عشان خاطر ندوقهم معاكم ونشوف انهي الاحسن وانهي اللي ممكن انتوا تجربوه بعد كده. طبعا سلقنا المكرونه وجينا نعمل اول صوص معانا اللي هو الصوص الاحمر. تمام. الايطالي. هنزود بس حراره. وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنحط كوبايه ميه وربع كده. حطينا هنا كوبايه وادي ربع. تمام. ميه سخنت اهيت، لازم تسخن يا فارس. اهي تغلي. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، هنحاول نوريكم برضو. ايه ده؟ شويه شطه. حط. هنشوف بقى ايه يمتزجوا مع بعض. بصوا هي كده ايه، تغلي غلوه ونبتدي نحط المكرونه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده غليت اهي. هنبتدي نحط المكرونه. زي ما انتوا شايفين كده احنا سايبينها ايه يعني تتشرب شويه، يعني الصوص فيها يمتزجوا مع بعض. ويعني الصوص يتشرب شويه عشان بصوا المنظر. اي لايك. بصوا يا جماعه المنظر، يا جماعه ايه المنظر ده؟ واو. بس كده هنبتدي نصب بقى هنا في البوله. نبعد البوتاجاز، نجيب البوله نصب فيها. واو. اول طبق معانا هنركنه شهي.
ماشي، يكون هدي شويه ونعمل اللي بعده. خليكم معايا. يلا. هنعمل انهي؟ الريحان. الريحان. بتحب. صوص الريحان. هنعمل صوص الريحان. ونسيب طبعا اللبن لازم اللبن يغلي؟ يسخن بس. لا هما قايلين بارد. بارد بجد؟ بارد ان هو يتحط بارد. طب وده هيتحط بارد؟ حطي بارد طب يلا. هات نقلب، هات المعلقه. في ايه؟ نشا. لازم تقلبي الاول، يندزج بعد كده تعلي النار عليه. ريحته حلوه. ريحته ريحان. ريحته حلوه. هو ريحته حلوه فعلا بس مش عارف. في الاخر ده يطلع احلى واحد. لا انا بقى حاسس ان ده اللي هيطلع احسن واحد. بجد هنشوف. ده هيفوت. شفتوا يا جماعه؟ هنحط بقى المكرونه. يا جماعه صلوا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه. هنخليها شويه يعني تمتزج دقيقتين كده. برضه. دقيقتين كده. نسيبها على جنب. يعني مشكله ايه؟ هي ريحتها كويسه. ريحتها ريحان. ريحتها ريحان. بس انا مش انا خايف منها. مش بترجح يعني؟ مش من محبي الريحان. هندوقها وهنقول برضو راينا. يا ابني سايب لي فرصه اتكلم. طبعا زي ما انتم شايفين كده غلت. هنشيل البوتاجاز كده على جنب ونجيب الطبق ونبتدي نصب. يا سيدي يا سيدي. يلا بينا. يلا الوصفه اللي بعدها. اللي بعده يلا بينا. مشروم. المشروم الريمي. نفس برضو طب نقرا كده نعمل ايه فيه؟ نفس الكلام برضو بالظبط يا راجل. طب نحط اللبن. بصوا هنحط بقى اللون ده. ايه؟ اللون ده عشان مشروم. انا من عشاق المشروم. ضحى بتخاف من المشروم. 3 اطباق. فاضل لنا 3 اطباق. ماشي، ده الطبق ده التالت، يبقى فاضل لنا طبقين. هو ده كده مشروم اهو غالي اهو يا جماعه. نحط المكرونه. واو. دي لكة ايه بقى؟ دي المشروم. احلى نكهه عارفاها. لا هنشوف. بص كل واحد هيتوقع في الاخر خالص، نشوف مين اللي توقعه جه صح. بس كده نخليها دوبك بس تاخد تشميعه كده. حاسس ان فيها حته مشروم. ايوه ايوه فيها حته مشروم. دوقي بس الصوص هتدوقي لازم عشان تقولي رايك. الصوص من غير المشروم. ضحى ما بتحبش المشروم نهائي. كده مش هتحس بيه طالما حتت صغيره. مش هتحسي بيه خالص، خلي بالك. صلوا على النبي. نكهه بس. عليه ايوه الصلاه مظبوط، والسلام. عليه الصلاه والسلام. طب زي ما انتم شايفين كده تمام قوي. نجيب الطبق بتاعه نبتدي نحط المشروم بتاعنا. ودي حته المشروم اهي. تمام. ده الطبق التالت. نخش على الطبق اللي بعده يا حبايبي. الا وهو الماك اند تشيز. اوكي. ايوه. طبعا هنحط زي ما انتم شايفين. هنعمل الماك اند تشيز. بس كده. هات يا فارس. ايه؟ هات الملعقه. هقلب هنا الاول طبعا عشان يكون بارد. فاهميني؟ هقلب الاول اهو. لازم عشان يكون ايه؟ بارد. هم قالوا كده، قالوا لازم يكون بارد. فهقلب الاول. ريحته عامل زي البوزو بتاع زمان يا جماعه. فشار بالجبنه. هي عشان او الفشار بالجبنه. مظبوط. بصوا هتبتدي تغلي اهيت زي ما انتم شايفين. بعد ما اعمل انا الاخر طبق اللي جاي ده، قبل ما ناكل وقبل ما ندوق وقبل ما نقرر
انهي الطعم الاحسن احنا هنتوقع. طبعا اختنا نوره تقريبا يعني زارت حاجه، يعني دقت حاجه، فتوقعها مش هناخده، تمام، مش هنحسبه، فهنحسب توقعات مين؟ ضحى بس، ضحى وفارس تمام، وانا كمان ان شاء الله، وايونا. ايونا ايه؟ ندوق ايونا. في حاجه يا جماعه، انتوا عشان بس ما حدش يقول لي انا حاطه روج، انا مش حاطه روج، انا للاسف ما بين الشتاء والصيف بيجي لي التهابات كده. وانا كمان كانوا بيقولوا لي امبارح حاطه روج. لا احنا بيجي لنا التهابات فظيعه يا جماعه، فوالله ده مش روج والله. طيب كده بص يا فارس، بقت عامله زي الجبنه. تمام. تيجي احط ايه؟ معكرونه. حاجه وقت؟ دي بتبقى عايزه ايه بقى؟ الايه؟ دي بتبقى عايزه طاجن ترش عليها موتزاريلا وتدخل الفرن. في ناس خلي بالك بيعملوا حاجه تانية، بيضيفوا عليها موتزاريلا وهي كده من غير فرن. لا انا بحب الفرن، تبقى زي البشاميل بس ماك اند تشيز. هنسيبها لحظات كده زي ما انتم شايفين كده، لحظات مش كتير. تمام. بصوا حسب ما انتوا تحبوا، في ناس بيحبوها تغلي كتير، مثلا بيخلوها شويه على النار الصوص ينشف منها شويه. نعم الصوص ينشف منها، بس انا مش حابه الصوص ينشف منها، انا حباها كده لاني على ما احضر الطبق الاخير اكيد يعني هتمسك شويه، فانا ما تبقى كده احسن يعني، حتى لما تبقى فيها صوص كده تبقى جميله يعني، تبقى افضل يعني. بصوا شايفين يا جماعه؟ هنغرف طبق شكله جامد والريحه حلوه، ريحته عامله زي البوزو زي الشيبسي شويه يعني، بودر الجبنه او كده. بصوا شايفين؟ واو، شايفين الريحه حلوه. نصب المكرونه. واو فعلا. واو بس عملها قبل كده في الشورتس. فاضل اخر حاجه معانا، جيب الطبق كوبايه صوص الالفريدو. برضه متهيألي هي كلها زي بعضها. الفريدو باستا ده الصوص او كده تمام قوي. ليه نحط هقلبه طبعا. عارفين ريحته زي ايه؟ زي الشيتوس ده والله، ريحته زي الشيتوس، ريحته قريبه قوي من الشيتوس، التوم طاغي عليه كأنها التوم البودر ده اللي بيبقى محطوط في الشيتوس وفي الحاجات اللي هي المكرمشات. قلبنا اهو، حطيناه على النار. اول ما نلاقيه تقل شويه هنبتدي ايه، او تقل يغلي غلوه يعني، هنبتدي نحط بقى المكرونه اللي هي اخر حاجه معانا اللي هي الالفريدو. يا رب تبقى كويسه يا رب، اتمنى. غليت يا جماعه، نبتدي نحط المعكرونه. عايزين نشوف بقى الانطباعات. سيبها بس شويه، لازم 5 دقايق عليه الصلاه والسلام. نسيبها بس كام دقيقه كده لغايه ما احس ان كله امتزج مع بعضه والقوام تقل اكتر يعني. خليكم معانا. يلا بقى نصب بقى. مش عارفه ليه بتهيالي عامله زي البشاميل. صح؟ شبه. نحضر بقى. يلا. هتدوقوا ايه اول حاجه؟ اول حاجه هاتي شوكه. شفتوا انا عملت يعني شفت انا سبتها شويه. ده اللي انتوا عملتوه اول حاجه دول بردوا. يا لهوي مولعه. بصوا مطلعه بخار، مش عارفه اظهر لكم ولا لا. هندوق الاول. اول حاجه عند ضحى. اللي عند ضحى هنبتدي كده. اللي عند ضحى ده الريحان. طب ما نقول الاول ايه توقعاتنا. انا اكتر حاجه هاعجب بيها ماك اند تشيز. يعني وكلنا هنقول كده؟
تتوقعي كده؟ حاسه ماشي. وانت يا فارس؟ انا الالفريدو. وانت يا ضحى؟ انا دي. الاحمر. طب هنشوف يا جماعه. طيب احنا دلوقتي هنبدا بالريحان، ايه رايك؟ ماشي. او تتوقعي ايه؟ حاسه مش هيبقى حلو. ايوه انا برضه. لا حاسه يبقى حلو. تو يا فارس. والله العظيم غلط. بس استنوا بقى ندوق مع بعض، يلا ودوق مع بعض. 2 3 يلا يا فارس. صلوا على النبي حبايب قلبي. الصلاه والسلام. انا بالنسبه لي كويس. انا ممكن اكل حاجه زي كده يعني عادي. طب والله العظيم نفس توقعي فارس، انا عملت كده اول ما دقتها. حاسه هو باكل دلع. مكرونه بالشاي. انا اول ما دقتها يا جماعه قلت استغفر الله العظيم. والله العظيم. بس انا ممكن اكل حاجه زي، انا بطبيعتي بحب الحاجه الدلع يعني. هي دلع. هي ما فيش. اللي بعده بسرعه. ايه بقى الصلصه تتوقعي ايه؟ لا اتوقع انها حلوه. وانا برضه. طب يلا دوق مع بعض التلاتة، انتوا التلاتة مع بعض. قلت مع بعض. عايشه يا طنط. هي كويسه. لا مش قوي. بجد؟ مش حلوة؟ هي كويسه يعني امال ليه عجبتني؟ كويسه. معقوله. امم ما انها عجبتني، اكتر حاجة عجبتني. 5 من 10. انت دي هتقيموها كام؟ 5 برضه. 5؟ انا 5. لا 3. ودي 5 برضه. لا دي 5. 3 5. 3 5. انا 5 5. طب مشروع بالدور يعني ماشي. وفارس. يلا بقى ندوق دي. يلا كده يبقى. قيم. في الاخر. هتنسى الطعم. لا انا فاكر. طيب ندوق بقى المشروم، صوص المشروم. بس مطلع بخار ازاي؟ بسم الله. معقولة. معقولة برضه. ايه لا وحشه معقولة. قوي. لا انت عشان انت ما بتحبش المشروم. ايه ده وحشه قوي. هي ضحى ما بتحبش المشروم، انا بحب المشروم. معقولة، بس هقول لكم على حاجة قريبين قوي يعني، هنا بس عشان في ريحان. تمام؟ نفس الكريمة يعني. ده انا دي برضه 5 بالنسبة لي. معقولة. اوكي يلا ندوق اللي بعده. يلا يا ماك ريت يعني. اند تشيز. دي اتوقعها. احنا دقناها انا وفارس، بس انت ما دقتهاش. انا بقى اللي هدوقها النهارده. بسم الله. وضحى برضه ما دقتهاش. تحفة. لا تحفة. احلى واحدة تعتبر. حلوه قوي. تحفة يا جماعة. دي اديها 9 من 10 يعني. الفريدو. بصوا شايفين؟ مش عارفة الدخانة جاية لكم ولا لا؟ انا كنت عايزه يبرد شويه. لا احنا هناكله كده عشان ما تعرفش طعمه، عشان لو حلو واحد ياكله بعدين. يعني المفروض لو طلع حلو هنا كده دلوقتي يبقى هو جامد، يبقى هو جامد لو برد. ما انتوا تسيبوه كده يعني 5 كده. بصوا الهوا بيطيروا ازاي. شاطر يا بيت. طيب نقول بسم الله. فارس بس بيصطاد. هات منديل حطه تحتك. بسم الله. يا حلو. انت كل حاجة حلوة يا ماما. حلو والله. نعمة ربنا بقى وكده. يا هما حلو. ليه طالعين؟ هي دلع. هي والريحان. بصوا بقى. طالعين. انا النمبر 1 بالنسبه لي ماك اند تشيز فعلا. زي ما انا ما قلت صح. ماك اند تشيز. ايوه. والنكست الالفريدو، وبعد كده الاحمر، وبعد كده المشروم، اخر حاجه خالص الريحان. كده بالترتيب. انا قلت بالترتيب اهو. نوع التاني انا قلت الماك اند تشيز، بعد كده الفريدو، بعد كده اللي هي بصلصه الحمراء، بعد كده المشروم، بعد كده الريحان. بالنسبه لي يعني هبتدي كده يعني دي مثلا لو 9 يبقى دي 8. دي انا قلت 5 5 بصراحه. بس دي انا هديها اعلى شويه. الصلصة. الصلصه يعني هي اطعم شويه من الاثنين اه. دول. يبقى تبقى 6 و5. طيب قولي يا ضحى بقى انت كده بالترتيب بقى. اول انا قولي انت. ماك اند تشيز ايوه حمراء، ايوه الفريدو، تمام.
مشروم ريحان يعني أنا- فرقت معايا انا وفارس ان اول اتنين. بس هو بدل دي بدي. ماشي انت بقى انا زيه بس دي عندي احمد الاخيره. دي يعني ريحان مقبولة عندي. معقوله على شفتوا بقى عشان ضحى مش بحبش المشروم. بطبع ضحى ما بتحبش المشروم نهائي، فلكن انا بالنسبه لي الريحانه تبقى الاخيره. طيب اللي عايز يجرب يا جماعه او اللي جرب يقول لنا هل احنا صح وفعلا الاطعام بالنسبه لكم نفس ما احنا ما حسيناها ولا مختلفه، واللي ما دقهاش انا يعني انا ارجح لكم تجيبوا ماك اند تشيز. الماك اند تشيز. وبرده خلي بالكم برده دي الصلصة جدا، كويسة. الصلصه حلوه قوي يعني، الصلصه مش وحشه بصراحه ربنا. يبقى اللي فايز معانا النهارده ماك اند تشيز. ماك اند تشيز يا جماعه. يا رب تكون شوية موتزاريلا بقى واحطهم في الفرن. يا رب تكون التجربه تكون نالت اعجابكم. يا احنا رب. بالنسبه لنا نالت اعجابنا يعني بصراحه. يعني لو في ام مثلا شغاله وعندها مثلا اولاد جايين من المدرسه وهي حلو طبيعي الماك اند تشيز يبقى سريع. يعني حاجات طبيعيه، يعني هتحطي لبن وكل حاجه هنا طبيعيه، يعني ما فيهاش حاجه ايه صناعي. طيب اهم حاجه تعملوا ايه؟ صلوا على النبي طبعا. عليه الصلاه والسلام. بحبكم في الله. تعالى يا لوحي سلم على الناس. صلوا على النبي. يلا قول لهم بقى ايه؟ تعالى يا لوحي. يلا هنقول ايه بقى؟ صلوا على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. قلبكم يطيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيونا.